دفاع للنادي الاهلي. باسم مرسل خطير، محاولة تسويبه راحت الاهلي جول، الزمالك جول، جول اول يا ولد الزمالك، الزمالك عمر جابر، محطة عمر جابر جول، ولعها جابر في الاولى راحت وفي الثانية سجل، والزمالك العظيم يرجع بسجدة الشكر المصرية، سجدة الشكر التريد مارك المصري. عمر جابر 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 ضيع الانفراد، لكن الزمالك ياتي طيب القلب، ياتي صاحب السير الابيض، ياتي صاحب القلب الابيض، ياتي عن طريق عمر جابر. توفيق حظ جميل جدا جدا، واول هدف اللقاء للزمالك. بص شوف الفن والهندسه، فتحت المباراه الان، الماتش هيفتح الان. عمر جابر، الله عليك يا جابر، الله عليك يا جابر، محطه سيدي جابر عن طريق عمر جابر. المحطه اتنقلت هنا للعين، محطه جميله، محطه روعه، محطه الهدف الاول للنادي الزملكاويه. تمشي كره تاني خطيره جميله، خطيره المهاره الزملكاويه العرضيه، مفيش تطلع اوت، صعب. كهربا يرقص اي حد في الدنيا، احمد فتحي خبراته كهربا ركله جزاء، كهربا الفولت العالي، محطه التوليد الزملكاويه، فنان متعوبه حدا، ركله جزاء لصالح كهربا. خطير يا جماعه، خطير 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 خطير، يرقص المعلق، يرقص المدير الفني، وادي كهربا واحمد فتحي، وبيعترض النادي الاهلي على ركله الجزاء، بينما ركله جزاء لنادي الزمالك. سبحان الله، الاهلي عظيم في اول ربع ساعه، ثم ياتي بعد ذلك نادي الزمالك اللي كهربا واحد من ثلاثي خطير بيمثل صداع ليس فقط لجمهور الاهلي وانما لمجلس الاداره في مقدمتهم الرئيس محمود طاهر. تاريخ الاهلي اين هذا المشجع يامل ويتمنى ركله الجزاء تضيع. 32 دقيقه في استاد هزاع، نقطه تحول خطيره في الماتش، نقطه تحول خطيره في المباراه. جمهور الزمالك عارف هذه الاهميه، جمهور الصبر، جمهور اللي عنده صبر ايوب، وجمهور اللي واقف مع النادي، وجمهور اللي بيزيد برغم عدم البطولات، وجمهور اللي عنده لعيب خطير اسمه كهربا. ابوك كان زمان وحش يا شريف يا اكرام، ابوك كان زمان وحش يا اكرام، يا مشال في افريقيا وفي اوروبا. كهربا واكرامي ويشيل اكرامي، يا سلام عليك يا اكرامي. لسه بقول لك ابو وحش الوحوش، ابوه كان يقدر يوقف القطر اللي رايح من القاهره للصعيد، وحش من الوحوش الكبار. اذا اللي خلف موجود، ممتاز يا اكرام، يشيل شريف اكرامي ركله جزاء هنتكلم عليها كتير بعد دقيقه 33. افرح يا عم واسعى يا حبيبي. تمشي الكره على طول تاني ركنيه تسبب فيها كهربا وضيعها كهربا. دايما لقاءات الزمالك كلها اثاره، مباراه بلديات اوروبي لكن من بلد اخر من اسبانيا، انه كارلوس. تمشي على طول الكره تاني خطيره لصالح النادي الاهلي، والاهلي رجع، والاهلي عمل كامباك، لكن تودار وركله جزاء. ما هذا اللقاء يا كارلوس، الله، ركله جزاء للاهلي. انتظر ما صنعه في الشوط الثاني. الله كارلوس فيلاسكو كاربايو يدي ركله جزاء للنادي الاهلي. يا سبحان الله، شكلها مكتوبه للاهلي ولا للزمالك، شكلها مكتوبه للاهلي. بص شوف ركله جزاء، لكن على طول تودار حكم اللقاء ده على التهور. ادي اعتقد ما فيهاش ولا فيها، الله اعلم. شوف الكره، شوف جمهور الاهلي، جمهور النادي الاهلي على موعد لاحلى رجوع في المباراه. الاهلي باقدامه، محمود طاهر، اصعب ماتش لتاريخ رئيس نادي في تاريخ الاهلي، اصعب مباراه. عبد الله السعيد، كهربا ضيع، عبد الله السعيد وركله جزاء للاهلي، والشناوي يدخل التاريخ زي اكرام. الشناوي عبد الله السعيد، عبد الله اوعى تجلي، والزملكاوي يقول لك يا رب جلي. عبد الله السعيد، القلوب البطيئه، القلوب الضعيفه، جزاء للاهلي، فرصه رجوع المباراه. عبد الله السعيد، يا هادي، الولد ده ولد جراح البريطاني. الاهلي يرجع من بعيد، الاهلي الذي لا يمرض ولا يموت يرجع من بعيد ويعدل الاوتار ويخلينا نعيش انا والكعبي 45 دقيقه قادمه، متعه، اثاره نديه، حلاوه هتبدا عند السيد التحليلي مع الزميل العزيز اسامه الاميري صاحب الطله والهله، والعبقري محسن صالح، والزبير بيه، والخالد بيومي. اجواء جميله جدا هنا في استاد هزاع بن زايد. جمهور الاهلي يرجع من بعيد، هيقعد ربع ساعه مرتاح لحين انطلاقه حكم اللقاء كارلوس
سكاربايو لشوط المباراة الثاني. هذه أجمل وأحلى تحياتي عصام عبده من هنا من المدينة الخضراء، من ملعب استاد هزاع بن زايد، من معقل العينوية نادي العين. أبعد كلاسيكو العربي والقيمة العربية، وأكثر من 220 مباراة جمعت المنتخبين أو الناديين. خطيرة وليد سليمان، ركلة جزاء عظيم يا كارلوس، ولع المباراة الأسباني كارلوس فيلاسكو. يرجع الأهلي تاني الأغاني. لا لا لا، الأهلي هو الأهلي، الأهلي هو الأهلي. مباراة ركلات الجزاء، والأسباني دمه حامي وقلبه حجر، وهو أحد الخريجين في الجراحة الإنجليزية. كوفي وركلة جزاء على الزمالك، سبحان الله نفس ركلة جزاء، لكن كان هنا تألق شريف إكرامي، وهنا وليد سليمان واحد من الأسماء الكبيرة اللي موجودة مع النادي الأهلي، ابن المنيا ولاعب الجونة وبتروجيت وإنبي وأهلي جدة السعودي، ثم العودة لإنبي، ثم الطريق الشرعي للنادي الأهلي. وليد سليمان يسجل ويتسبب في ركلة جزاء. فرحة استرية حمراء، مباراة ليست بصوبة، أغلى كاس، أغلى صوبة، أغلى تاريخ النهاردة. الحقيقة هيعدل كتير من الأوتار، وهيعمل استقرار للنادي، وهيفرق كتير في مشوار القلعتين، بينهما حب وعشق وهيام. حتى النسب وصل ما بين لعيبة الأهلي والزمالك، لكن في الساعة ونص والمستطيل موضوع آخر يا كوفي. سبحان الله، منتهى سوء البخت. يخرج اللاعب علي جبر وينزل كوفي يتسبب بركله جزاء، وعبد الله السعيد المتخصص، والاهلي في طريقه للتاني. هل المرمى ده نحس؟ هل ممكن الشناوي يتألق زي ما تألق وتعملق شريف إكرامي؟ هنشوف. وليد عبد الله السعيد، وليد عملها وعبد الله هو اللي هيشوطها. عبد الله السعيد يا عالمي يا ولد، متخصص، يجيبه شمال يجيبه يمين. دلع يا اهلي، دلع 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 دلع، يسجل هدف جميل 2-1 للاهلي. سبحان الله، الزمالك اللي كان في طريقه ل 2-0. هي دي القمه المصريه، هو ده التاريخ من 1911، هو ده الاهلي، هو ده معدن الكره المصريه، هو ده الكلاسيكو، وهو ده القيمه الكبيره. وده اول سوبر يتلعب هنا في دوله الامارات، يتلعب في جزء اخر من البلد الام، يتلعب عن طريق وليد سليمان وركله جزاء يتسبب فيها الاسمراني. اسمر يا اسمراني، من خلاك جبت ركله جزاء. انما عبد الله السعيد الجد الكبير جراح بريطاني، والجد جون انطونيو. والله كما انت عظيم يا زيزو، والله كما انت عظيم يا رجل. تمشي على طول تاني يا عادل، الاهلي عظيم، عظيم وزيزو، عظيمه وزيزو واحمد ماهر. هوبا الثالث الشناوي الكبير، الثالث. الاهلي يظهر في العين، يظهر وبان عليك الامان يا مؤمن. مؤمن بالاهلي، مؤمن بهذا الجمهور، مؤمن بعراقه النادي، مؤمن بقدرات هذا الطفل الكبير اللي اتى الى هنا ليثبت ان النادي احد اعظم الانديه في الكون، في العالم، في المعموره، في الامارات، في الهولولولو، في هدف ثالث في مرمى الشناوي. اذا الاهلي ياتي من بعيد. حسام غالي هو السيد بالنسبه للعيبه، ومؤمن زكريا وعبد العزيز عبد الشافي، مستر توفيق واولاده واولاد عمه، وكل عناصر التوفيق اتت للمدرب عبد العزيز عبد الشافي. هات ولادك يا اهلي، ما تفرطش في ولادك يا اهلي، العب العرضيه يا اهلي، حط الراس يا مؤمن زكريا. متعه متعه متعه، الاهلي عبقريه في الاداء، متعه في الاداء. لعيبه حست بخطوره على رئيس النادي، حست بخطوره على مجلس الاداره، حست ان التاريخ والارقام والكؤوس بدا يتهز العرش. حتى لو اللقب لسه من اول امبارح، حتى لو الحوار كان قريب على ابو ظبي الرياضيه، حتى لو كان ايفونا موجود، ياتي اللاعب مؤمن زكريا ويبعت الصداع، ويبتدي الزمالك يبعد عن السوبر بنسبه لا تقل عن 30. حاجة غريبة على التنظيم العظيم في بطولات كأس العالم للشباب، شفنا الأسماء الكبيرة والكوادر الكبيرة دايما موجودة وحاضرة. تنظيم أمني ممتاز على مستوى الزمالك الثاني، ممتاز الزمالك أهو. جول 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 جول، أخيرا كهربا اللي كان قاطع يجي. كهربا 3-2. والله الزمالك عنده وقت ضايع، والزمالك النهارده ممكن يخلينا انا وكعبي نغني اغاني ونعمل حفله عظيمه تعليقيه. بص شوف جابر وكهربا، اظهر وبان كهربا. احمد حجازي عنده مشكله، احمد حجازي عنده العضله الخلفيه، احمد حجازي بيلعب وهو متحمل المس
مسؤولية. ارفع العالم يا حبيبي، ارفع ارفع العالم، ارفع. حب وعشق 10 سنوات. مشكلة نادي الزمالك ده عاوز دراسة.